ما نعملوا كيف طفلة نايمة بالفراش وراسا احس ان الجو متكسر وابوها راسا نام عليها وشغله، احس هي مرعوبة بالغرفة كلها الجو متكسر. انت شوف الوضع قدامك، احنا ليش بامان الله، ليش ما عندنا امان ما عندنا استقرار؟ غيومنا حمراء عشنا مطرنا دماء، القاع صارت متعطشة دم الأبرياء. شفنا بحياتنا غير جثث وحروب، كل يوم 1000 مواطن منا يرحل للسماء. سلمنا ما شفنا إلا بعد ما متنا، انولدنا بالحروب وعلى نارها أدمنا. ينولد ابننا بعد مقتل أبوه، ينولد يتيم بدون أهل يضموه. العراق حالة صار مثل الطفل اليتيم، صرنا نتمنى يرجع عراقنا القديم. I wish if there was a real time machine to bring the time back, you know what I mean. That would be just another short dream and no one will ever see it again. آمين يا رب العالمين. Yeah, God bless you. حياتنا عشناها حروب ومجازر، ما شفنا الحياة إلا بالمقابر. صارت الأم تبكي اليوم وتنسى باكر، وفي منا المتغرب وفي منا المهاجر. حياتنا عشناها حروب ومجازر، ما شفنا الحياة إلا بالمقابر. صارت الأم تبكي اليوم وتنسى باكر، وفي منا المتغرب وفي منا المهاجر. بعد السنين كنت ما بحسب حساب الوقت فيها ولا بعد، عراقي ولا صومالي هي ايدنا ايد وحدة، نرفعها على المظلوم ونقولها لا اله الا الله محمد رسول الله. والله عالم حالي حال الحال، لين يصبح الاحلام خيال، لين يصبح الاحساس مجال. سهرت ليل الليل وكتبت كلمة احساس، من شمال للجنوب من بصرة الى بغداد، من حزن الى العراق، من حزن الى العراق، من حزن الى العراق، من حزن الى العراق. يا عبر الدم شايلك في شراييني، انا في قضية العراق مهتم، بس كيف تلاقيني؟ لو عمري اتخضم من ضم تلاقيني، انا بعده ما بندم لو مت في حيني، لو مت في حين. انا عربي رافع راسي ما بنزل عيني فوق دم انفاسي. على 7:15 دخلت سيارة اسعاف، احنا سمعنا خبر، فدخلت من عندنا زاهر وانفجرت. Starvation of my nation, a lot of patient being waiting for vaccine or some medication to solve the equation and the other lifification. Why we die from disease or raping? حياتنا عشناها حروب ومجازر، ما شفنا الحياة إلا بالمقابر. صارت الأم تبكي اليوم وتنسى باكر، وفي منا المتغرب وفي منا المهاجر. حياتنا عشناها حروب ومجازر، ما شفنا الحياة إلا بالمقابر. صارت الأم تبكي اليوم وتنسى باكر، وفي منا المتغرب وفي منا المهاجر. العراق بعد أيام من انسحاب آخر جندي أمريكي. عشرات القتلى والمصابين في سلسلة هجمات هزت العاصمة بغداد خلال الساعات الأولى من الصباح، حيث أوضحت مصادر في وزارة الداخلية وقوع أكثر من 8 هجمات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة في مناطق مختلفة من العاصمة، الأمر الذي فوجئ به سكان المدينة. ما نعملوا كيف طفلة نايمة بالفراش وراسا احس ان الجو متكسر وابوها راسا نام عليها وشغله، احس هي مرعوبة بالغرفة كلها الجو متكسر. انت شوف الوضع قدامك، احنا ليش بامان الله، ليش ما عندنا امان ما عندنا استقرار بالدولة؟ واستهدف تفجير تم باستخدام عبوتين ناسفتين مصنعا في منطقة علاوي وسط العاصمة.